محمد مجاهد، محامي استاذ معتز عياد، حديث السوشيال ميديا بالنسبه لفرض الامن في التجمع. يا سيادة المستشار، سيادتك رجل قانون، وبالتالي ينبغي على سيادتك توحيد العملة، بمعنى ان سيادتك ما دمت ذكرت اسم استاذ معتز عياد كان ينبغي على سيادتك ان انت تقول اسم فلان الفلاني الطرف الاخر، استاذ فلان الفلاني. استاذ معتز كان نازل من بيته متجه، هو صايم. انا صايم وسيادتك صايم والبلد كلها صايمة. ايه معنى كده صايمين هنمشي نسب دين الله لبعض ونشتم بعض ونهين بعض؟ ايه دخل الصيام سيادتك؟ لو الصيام هو اللي هيخلينا نسب دين الله وننطق الالفاظ القبيحة دي يبقى لا داعي للصيام اساسا. طيب احنا لسه راجعين من النيابه العامه. انا من خلال مصادري و يعني اللي انا شاهدته شفت حوالي تسعة اشخاص او 7 اشخاص شهود عيان جايين يدلوا باقوالهم ضد موكله. هل معظمهم كانوا غير متواجدين في الواقع اصلا؟ سيادتك انا احمد جلال، الغدر خيانه، غير متواجد في الفيديو، وبالرغم من كده انا سمعت سب الدين وتيت امك ويا ابني تيت، الفاظ ما تتقالش من حيث المبدأ. ومش انا لوحدي اللي سمعت، ده جمهورية مصر العربية ككل سمعت الحوارات دي. 3 ثم هقول لك يعني كان من باب اولى بدل ما هم شايفين الراجل بيتضرب كانوا راحوا عنه. يعني كانوا هم شافوا ان هو كان يعني متهور، او ان هو يعني انت مقتنع الواقعه ما خدتش وقت. انت مقتنع ان في واحد بيتضرب وحاطط ايده جنب ايده والكتله العضليه بتاعته تسمح ان هو يحوش عن نفسه، او هو يبقى في بينه وبينه يقول له يعني ما يصحش؟ انت مقتنع؟ ما يمكن ان هو خايف على اكل عيشه وراجل غلبان، يعني هيتخانق زي مع ساكن. الاستاذ علي قال لي انا من الاستاذ علي انا كلمته مره واحده وصرح لي ان هو من اعيان الصعيد. سيادة المستشار، في القصة ديت فعلا عندك حق، قد يكون رجل من الأعيان ولكنه يعمل أي شغلانة مش عيب ولا حرام. وأنا شخصيا والله أعرف مدرس بدرجة مدير عام وشغال فرد أمن، وأعرف محامي محترم زي سيادتك وشغال فرد أمن. والنقطة التانية، سيادتك بتقول ازاي ما دافعش عن نفسه. عنده حق، اي حيوان لما بيهجم على اي بني ادم مننا، البني ادم مننا ممكن بيقف لا حول له ولا قوة، مذهول مش عارف يعمل ايه. وفي نقطة غايبة عن سيادتك، موكل سيادتك سب دين الله، يعني شتم ربنا يا بني ادم، شتم ربنا يا بني ادم، يعني ما شتمش امي ولا ام سيادتك، ده شتم ربنا يا بني ادم. يبقى الحل ايه؟ دي جريمة تغتفر؟ اللي خلاه يستهتر برب الكون واستغل ان رب الكون حليم. يبقى الحل ايه؟ اما كان الاحرى بسيادتك ان سيادتك تجيب حق رب الكون، وسيادتك نفسك تتقدم شكوى ضد موكلك لانه سب دين الله بتهمة ازدراء الاديان. الطرف المضرور بيطالب برقم كبير، انا غير يعني متضرر طلب مبلغ مالي قد ايه؟ لا ملايين الجنيهات، ملايين الجنيهات، حوالي قد ايه؟ 3 مليون احنا سمعنا كده. انا اللي سمعته انا كمان 3 مليون. سيادة المستشار، متضرر وليس مضرور. الحاجة التانية، استحلف سيادتك بالله لو سيادتك اللي خدت العلقة ديت او موكل سيادتك اللي خد العلقة دي كان هيطلب كام؟ 3 مليون جنيه ولا 3 مليون دولار؟ ايه طبيعة الخلافات اللي هي تحدثت عنها زوجة استاذ معتز وقالت انه فرد الامن ده كان تحرش بيها قبل كده؟ لا هو مش تحرش، هي ما قالتش تحرش بيها.
هي كل الحكايه في يعني هو بيبص لها ابتسامه دايما، الابتسامه دي تحمل الاعجاب والاستهزاء. يا سيادة المستشار، على فكرة أنا أحمد جلال، الغدر خيانة. في يوم من الأيام نشرت عن مجرم ابن مجرمين هتك أعراض بنات ناس واغتصب بنات ناس، وكان جزاتي إن هو يسلط حريمه إن هم يتعرضوا لي في كوم حمادة ويقولوا عني إن أنا اتحرشت بيهم. في الفترة الأخيرة ديت في واحدة اسمها أم مريم وبنتها مريم في مدرستي جولي وتعرضوا لي وقالوا لي إن أنا أحمد جلال اللي أنضف من الجنيه الذهب بقى. قالوا عني أنا أحمد جلال إن أنا اغتصبت بنتهم اللي في تانية ابتدائي. ماشي؟ فيعني معلش، يعني مش كل من هب ودب علشان يخرج من جريمة هو ارتكبها يألف قصة التحرش، كلام الفارغ ده. هو دايما في حاجه اسمها الباعث على الجريمه. الباعث على الجريمه هنا في جريمه تمت، الباعث عليها لازم يكون في دافع، ما ينفعش يكون من غير دافع كده. انا سيادة المستشار، كن منصفا يا سيدي القاضي، موكل سيادتك سب دين الله. ممكن سيادتك تقول لي السبب اللي يخليه والدافع اللي يخليه يسب ربنا ويشتم ربنا ويسب دين الله، كما لو كان بيتناول قطعة جاتوه، ما حسش ولو لحظة واحدة ان رب الكون لا يستحق سب دينه او اهانته؟ مش ديت برضو جريمة ضد الانسانية؟ مش ديت برضو تهمة ازدراء الاديان؟ انا ادعو سيادتك ان سيادتك انت والسادة المحامين الشرفاء امثال سيادتك تجيبوا حق رب الكون وتقدموا شكوى في موكل سيادتك وتتهموه بتهمة ازدراء الاديان، لان ما ينفعش ان كل من هب ودب يشتم رب الكون ويهين رب الكون